السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيانين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد القريشلات من السمين بالزرارع، وكيجيو قريشلات بلديين ديال اللي كانوا كيخدموا مواتنا وجدودنا، ونتمنى يعجبوكم وتتابعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر. هنايا عندي في المقادير واحد نص كاس ديال الزيت، وعندي واحد الكاس ديال سنيده، وشويه ديال النافع، شويه ديال حبه حلاوه، شويه ديال الجنجلان، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، وعندي واحد 3 الكيسان ديال الماء، وعندي الدقيق على حساب الخليطه البنات. هنايا غادي نجيب واحد الاناء. شوفوا البنات اللي بغى يدير فيها البيض يدير، انا هنايا درت هاد المره القراشل بلا بيض بلا زبده بلا خماره ديال الحلوه، وغتشوفوا ما شاء الله كي غادي يصدقوا. كندير فيه هذاك الاناء، كندير فيه الزرارع، كندير فيه الجنجلان والنافع وحبه حلاوه ومعلقه كبيره ديال الخميره، هي الخميره باش كنعجنوا الخبز. وغنزيد عليهم البنات ما تنساوش شويه ديال الملحه، ها انتم ها هي شويه ديال الملحه. من بعد غادي نزيد البنات داك الكاس ديال سنيده، كاس ديال سنيده بالنسبه لهاد المقادير هادي راه كافي، الحلاوه كتجي هي هذيك. وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت، نص كاس البنات ديال الزيت. من بعد غادي نزيد 3 الكيسان ديال الماء دافي. الماء خصو البنات يكون دافي، لان هاد الايام هادو الا كنتو غتعجنوهم في هاد الايام هذيك راه الجو بارد، يعني خص الماء يكون دافي باش يخمروا لكم مزيان. هانتوما غندير 3 الكيسان ديال الماء دافي. من بعد البنات كنخلط مزيان كما كتشوفوا على هاد الطريقه، حتى كنحس بهذيك السنيده دابت في يديا وما بقاتش محببه في المقادير، يعني غتكون سنيده دايبه، يعني تخلط كل شيء مزيان. هنايا كنخلط بيديا وكنخلط مزيان، وداك الريحه البنات ما شاء الله ديال النافع حبه حلاوه، طالعه داك الريحه ديالهم ما نقول لكمش عليها. جايه ديك الريحه زوينه بزاف، كتفكرني البنات غير في الايام ديال رمضان ملي كنوجدوا سلو. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا البنات راني كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على العجينه ما تكونش قاصحه البنات بزاف. غنديروا العجينه مطلوقه. القراشل كيكونوا شويه البنات العجينه ديالهم كتكون مطلوقه، ديال القراشل العجينه ديال القراشل كتكون مطلوقه واحد شويه، عاوتاني ماشي تجريو العجينه حتى تطلق لكم بزاف وترجع بحال البغرير، لا البنات غير واحد شويه وصافي. هنايا انا كنخلط بيديا وكنشوف واش مازال خصني نزيد دقيق ولا لا. هنايا صافي غنزيد غير واحد شويه ديال الدقيق، وغتكون العجينه ديالي صافي واجده ان شاء الله على هذا الشكل هذا. خليتها كما قلت لكم شويه جاريه، وغندهنها بواحد شويه ديال الزيت من الفوق، وندير فوق منها واحد البلاستيكه ونخليها تخمر ويتضاعف الحجم ديالها، ونرجعوا من بعد ونكملوا الفيديو ديالنا ان شاء الله. صافي هنايا البنات راه خمرات ليا العجينه وجدات ما شاء الله وضاعف الحجم ديالها. غادي نحيد من هذيك البلاستيكه اللي دايرها من الفوق. انا كندير ديك البلاستيكه البنات غير باش ما تكون ليش ديك الجلده من الفوق اللي كتندار في العجينه. كنحيد هذيك البلاستيكه البنات ونجيب واحد شويه ديال الزيت. شوفوا ما شاء الله البنات العجينه وداك الزرارع من فوق منها جايين باينين، عاطين واحد المنظر تيحمق البنات. ها نتوما البنات شوفوا العجينه، انا تنقرب لكم شوفوا العجينه حيت عندي التليفون شويه بعيد تنبقى نكحز هكا عاد نقرب لكم الكاميرا. صافي هنا جبت واحد شويه ديال الزيت وغادي ندير هذيك العجينه ديالي فوق الرخامه. الرخامه بطبيعه الحال راها مغسوله نقيه. غادي نهبط ديك الخموريه شويه وغادي نجمع العجينه ديالي مزيان.
هنايا غادي نكون البنات داهنه الطاوه ديالي اللي غتدخل الفران، دهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نمشي نجيبها وغادي نبقى نكور كويرات هكا. انا غنديرهم واحد شويه كبار، نتوما الا بغيتوا الحجم ديالهم يكون صغير ماشي مشكل، يعني غير ديروهم صغار. صافي كنبقى هكا نكور في العجينه ديالي كويرات، وكنحاول انني نقادهم وندهن العجينه، ندهن يديا بشويه ديال الزيت باش العجينه ما تلصقليش في يديا. راكم عارفين العجينه كتلصق في اليدين، وخصوصا اننا طالقينها واحد شويه. صافي كنبقى نكور هكا كويرات ونستمر على هاد الطريقه حتى نكمل هذيك العجينه اللي عندي كامله. وما شاء الله خرجت لي واحد الكميه كثيره. وشوفوا رغم انني ما خليتهمش يخمروا، غير على ما كملت العجينه ديالي بقاو كيطلعوا واحد شويه في الخموريه. صافي غنهبطهم هكا، نبسطهم واحد شويه كما كتشوفوا معايا. نتوما الا كتبغيو فيهم تكون البابه من الداخل بزاف، يعني حاولوا انكم ما تبسطوهمش بزاف، غير شويه. انا ما شاء الله هكا بسطتهم، ورغم ذلك طلعوا في الخموريه ما شاء الله حيت طابوا، جاو ما شاء الله طالعين وجاو زوينين بزاف. هنا جبت واحد البيضه كامله، انا كندير البيضه كامله، ودرت 2 معالق صغار ديال الماء، ودرت فانيلا. الا بغيتو تزيدوا معاهم نيسكافي يمكن لكم، انا بعض المرات كندير نيسكافي بعض المرات لا. دابا هاد المره ما درتش نيسكافي. صافي كنبقى ندهن القريشلات ديالي من الفوق على هاد الشكل. حاولوا انكم ما تهبطوش هذاك البيض حتى لتحت ديال القراشل، حيت الا طابوا لكم وكان فيهم البيض من التحت غادي يسقوا لكم في الطاوه ديال الفران وما غاديش يتحيدوا لكم بسهوله. صافي كنبقى ندهن هكا من الفوق مزيان حتى كنكمل هذيك الكميه اللي عندي كامله ديال القراشل. من بعد ملي كنكملهم البنات صافي كنجيب واحد شويه ديال الجنجلان وكرش عليهم هكا من الفوق الجنجلان، وكنولي ندهنهم المره الثانيه من فوق الجنجلان. علاش البنات كندهنهم؟ باش هذاك الجنجلان ما يطيح لياش في اللاطه ولا حتى يطيبوا ويخرجوا لي من الفران كل داك الجنجلان يحيد من القراشل. الا بغيتوا الجنجلان ما يحيد لكمش من القراشل يعني ولي دهنوهم المره الثانيه فوق الجنجلان. وهذه هي النصيحه اللي غادي ننصحكم بها في القريشلات، انكم لا بغيتوا داك الجنجلان ما يحيدش نهائيا توليو دهنوهم هكا بحالي من الفوق، وداك الجنجلان ما غاديش يحيد. حيت ملي ما كندهنوهمش البنات ما كندهنوهمش هكا 2 مرات غير كتجبديهم من الفران كل داك الجنجلان كيولي يهبط لنا في اللاطه ولا في الطبسيل. صافي هنايا كنكمل البنات الكميه اللي عندي كامله، كنخليهم يخمروا واحد شويه غير شويه لانهم مخليهم يخمروا من قبل. كنخليهم غير يطلعوا واحد شويه، بعد كندخلهم للفران. بطبيعه الحال الفران يكون سخون وعلى عافيه مهيله، ونخليهم يطيبوا على خاطرهم تيتحمروا ليا من الفوق ومن التحت، ونرجعوا من بعد ان شاء الله منين يطيبوا لينا. وإلا وصلتي اختي حتى لهاد اللقطه ديال الفيديو ما فيها باس اختي، راه كاين اللي كينسى داك اللايك. الله يستر عليكم والله يجازيكم بخير والله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم. ما تنساوليش اخوتي داك اللايك، وما فيها باس تبارطاجيو ليا الفيديو علاش لا مع الاهل والاصحاب ديالكم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. هنايا البنات صافي دخلتهم الفران وطابوا لي القراشل ما شاء الله جاو زوينين بزاف. التحميره ديالهم جات هي هذيك، جاو طالعين وجاو خفافين ما شاء الله ما نقول لكمش عليهم. انا كنحاول نشد اللاطه حيت راها سخونه يلا خارجه من الفران حيت انا كطيبهم في الدار ماشي في فران الزنقه. وما شاء الله شوفوا كي جاو، رغم انني كنبزطهم هكا بيدي تيوليو يطلعوا. هانتوما تنبرك عليهم بيدي وتيوليو يطلعوا لانهم خفافين من الداخل وما مدقسين ما معجنين ما حتى شي حاجه. جاو ما شاء الله زوينين حتى في العضه ديالهم ملي كتاكليها كيجيو ما شاء الله فتيين ورطبين. نتمنى خوتي انكم تجربوا هاد القريشلات بهاد الطريقه اللي قلت لكم وتردوا عليا الخبر في الكومونطات ديالكم الزوينين. علاش لا؟ هانتوما ما شاء الله كما قلت لكم الكبر ديال القريشلات كتحكموا فيهم نتوما. الا بغيتوهم ديروهم صغارين
على هاد القياس اللي درت انا، يمكن لكم ديروهم. انا غنقسم معكم وحيده باش تشوفوا من الداخل ديالهم انهم ما جاوش مدقسين ولا معجنين، يعني الطياب ديالهم هو هذاك. ها نتوما شوفوا داك الريحه ديال النافع ما شاء الله جايه غزاله، طالعه منهم الريحه د النافع والجنجلان وحبه حلاوه، يعني الريحه ديالهم جايه زوينه بزاف. شوفوا البنات، ها نتوما شفتوا القريشلات كي جاو. نتمنى انكم تجربوهم. وغنوريكم بان الجنجلان كما قلت لكم ما تيحيدش من القرشاله. ها نتوما شوفوا، ها انا واخا تنبرك عليه بيدي ما تيحيدش الجنجلان نهائيا. شفتوا البنات، ها نتوما واخا نقلب القرشاله ما تيطيحش داك الجنجلان نهائيا. نتمنى انكم تجربوا القريشلات. الى اللقاء.